هلو جيرلز، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل كل يوم احلى من اليوم اللي قبله. عايزه اقول لكم النهارده على كنت بعمل ايه. انا عايزه احكي لكم انا في ثانويه عامه فتره الامتحانات كنت بقسم يوم ازاي علشان تبقوا دي عندكم. يعني انا مش عارفه انزل، حاسه ان انا عايزه انزله بدري عشان تقدروا تسمعوا الفيديو اكتر من مره، عشان وقت الامتحانات لو ما كانش عندكم وقت تشوفوا. طبعا مش هيبقى عندكم وقت في الفتره دي انتوا تشوفوا فيديو ازاي نذاكر وقت الامتحانات او ازاي نقسم وقتنا، يكون نازل لكم من بدري وتكونوا عارفين تعملوا ايه. استنوا كده، انا عايزه ارفع الموبايل. حاسه كده احسن لما رفعنا الموبايل ولا ايه؟ بصوا، انا كنت بحاول على قد ما اقدر ابقى نايمه كويس جدا. بجد انتم مش متخيلين النوم بيفرق ازاي في التركيز، وده امتحان، وامتحان ثانويه عامه مش اي امتحان، وامتحان فاينل، امتحان هيحدد مصيري. وانا مثلا تعبانه ومذاكره طول اليوم، فاكيد هبقى حابه ان انا اروح مركزه. فكنت بدخل انام من بدري صراحه، يعني مثلا ممكن ادخل من 9 9:30 بالكتير قوي. ليه بقى؟ عشان طبعا من القلق والتوتر هنبقى خايفين ومش هنعرف ننام بسهوله. يعني مش هحط دماغي على المخده فهنام، لا هناخد فتره شويه على النوم، لحد ما ننام يعني. بس على ما بصوا، لو مش عارفه تنامي افضلي عامله كده، افضلي عامله كده. عارفه انا عارفين اقول لكم حاجه بجد شفتها تحفه؟ شفت تريك، مش فاكره شفت التريك دي مين اللي بيقوله يعني، بس هي كانت بتقول ان هي بتغمض عينيها. لو هي انا جربتها كذا مره بصراحه، اشتغلت معايا. مش عارفه بقى ده حاجه سايكولوجيكال يعني حاجه نفسيه، بضحك على عقلي يعني، اقول له الحركه دي بتنيمني فبنام، ولا هي فعلا حقيقيه مش عارفه. بس انا لما بعملها بنام. كنت بعمل ايه الحركه دي لسه عارفاها من كام شهر يعني، مش وقتها، مش وقت تالتة ثانوي. بغمض واعمل عينيا كده حركه مع عقارب الساعه، ومره عكس عقارب الساعه، ومره فوق ومره على يمين ومره على الشمال ومره تحت. بعدها ب10 دقايق بكون نمت، وبصحى تاني يوم الاقي نفسي نمت. فاهمين؟ بجد والله الموضوع حصل جربت اكتر من مره وفعلا خطير. هما بيجربوا الحوار ده يعني. انا كنت بدخل من بدري، ادخل الاوضه انام، وبجد بهيئ نفسي للنوم جدا بقى في الانوار بتاعت اكتر. يعني ممكن اسيب في الشقه كلها نور صغير، ما يبقاش فيه صوت. هما طبعا في البيت هيساعدوكوا في حاجه زي كده. حتى لو ما ساعدوكوش قولوا انا عندي امتحان الصبح لازم، مش عايزه اسمع صوت، عايزه انام. فانتوا ناموا كويس جدا. وكنت بدخل مثلا 9:30 10 علشان اخد كفايتي وعلى ما اروح في النوم. ما ينفعش تتاخروا عن كده، حتى لو بقيلك حاجات لسه عايزه تراجعيها. ليه بقى؟ انا هخليكوا تصحوا الفجر. يعني انت هتنامي بدري بس تصحي مثلا على الساعه 5. الامتحان بيبقى الساعه 9، الساعة 9 ولا 8. أنا عندي في الجامعة كان على طول 10، بس تقريبا ثانوية عامة كان 9 وبنخرج واحدة 9. فانتي هتصحي من بعد الفجر، تصلوا صلاة الفجر، وتقعدوا تقرأوا قرآن شوية، وتجيبوا المنهج كله بعينيكم. هتقولي المنهج كله في ساعتين؟ والله ربنا بيكرم وربنا بيبارك في الساعتين دول. يعني لو ما جبتيش المنهج كله هتبقي واخده 3/4. هتقرأوه بس كده قراءة سريعة كده، تعدي على كل الافكار بعينيكي قراءه سريعه. لو في مثلا مسائل عايزه تراجعيها هتراجعيها، لو فيزياء او كيمياء او في مثلا لو هو انجليزي، امتحان انجليزي هتجيبي برضو مثلا شابتر معين عايزه تراجعيه، قصه عايزه تراجعيها، اي حاجه ان شاء الله تاخدي نص المنهج بس. والله ربنا بيكرم، وانا كنت بعمل كده يعني. انا كان ربنا بيكرمني وبلحق اقرا، لان هي قراءه سريعه. احنا مش بنقعد نذاكر او ولا هنحفظ، احنا خلاص ذاكرنا طول السنه وحلينا وعملنا كل اللي علينا، فاحنا بس بنعدي على الدرس كده. مثلا انا كنت في الحقيقه بعمل ايه؟ انا عملت كده في كل حاجه. كنت زي ما اقول لكم بنام بدري وبصحى بدري، اصلي الفجر واقعد ادعي ربنا كتير، واقرا بس قران كده عشان ربنا يبارك لي. حتى لو بجد صفحه لازم تقراه. وبعدها بمسك مثلا كتاب مراجعه او اي حاجه، اقعد اقرا على قد ما اقدر. يعني لا، شوفوا انتوا هتقدروا على ايه، مفيش مشكله، بس المهم يعني تبقوا داخلين باكبر كم تعرفوه مراجعه، لان انتوا كده كانكم بتراجعوا وبتصحصحوا المعلومات. طبيعي جدا 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 ان انت تحسي قبل الامتحان، قبل ما الوقت تاخديها كده، ان انت مش فاكره اي حاجه. ما تتوتروش خالص خالص خالص. انا والله انا وكل اصحابي اللي في طب، يعني مش مثلا بقول لكم اي حد، لا احنا جايبين 99 اهو وقفلنا معظم المواد، كنا بنبقى قاعدين والله العظيم ممكن ما نكونش فاكرين حاجه، بس هو من التوتر.
وواحده واحده اول ما تمسكي الورقه وتكتبي براحتك ومش عارفه ايه، والله هتلاقي الموضوع تمام وافتكرتي كل حاجه، وربنا بيرتب لك افكارك. وطول ما انت قاعده قبل ما الورقه تيجي تقعدي تقراي قران، واقراي اذكار الصباح الصبح، واحمدي ربنا. بصي بجد، وصلي على النبي كتير 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 كتير، هتلاقي بصي الافكار كده ربنا بيديها لك، بيفكرك وانتي بتكتبي، او لو انتوا ام سي كيو هتفتكروا كل حاجه بجد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فما تتوتروش خالص خالص بجد. ده اللي انا كنت بعمله بالحرف. وبعدها عادي انتوا بقى بتاخدوا مثلا هما الكام يوم اللي قبل كل ماده، هما دول اللي بنذاكر فيهم. كنت بروح مثلا بقى بعد الامتحان وعندي امتحان تاني، كنت بروح انام كام ساعه، مثلا ساعتين 3، واطمن اهلي واصلي مثلا الظهر يبقى عدانا، فاروح اصلي وانام مش عارفه ايه، اصحى بقى برضو ارتب للماده التانية. ده بجد كل اللي مطلوب منكم، والدنيا والله سهله جدا طول ما انتوا مش واخدينها على اعصابكم. بصوا اتعبوا هاتوا اخركم ان شاء الله، ربنا هيكرمكم. ولو عايزين اي فيديوز اكتبوا لي في الكومنتس، انا لو افتكرت اي حاجه برضو هقولها لكم. كده كده انا هعمل لكم فيديوهات على طول، واي حاجه تطلبوها احاول اعمل لكم فيديو عليها. واهم حاجه بجد النوم. وهقول لكم حاجه كمان، في الورقه طول ما انتوا بتحلوا اي حاجه هتقف قدامك كانك ما شفتهاش، عديها ما تتوتريش ولا اي حاجه. انا كان مثلا واقف قدامي مثلا في الامتحان، احنا كان عندنا الفيزياء 45 سؤال، كان تلات المهم يعني، انا اي حاجه كان واقف قدامي مثلا بتاع 3-4 اسئله، بصوا ولا كاني شفتهم، عشان احنا 3 ساعات والامتحان هنقوم، فما فيش وقت ان انا اقعد جنب مساله طول الامتحان قاعده عامله كده وعشان افتكرها، لا خالص. على ما بتخلصي بقى الامتحان وترجعي لها والله ربنا بيكرم وبتكوني افتكرتيها. بس اي حاجه هتقف قدامك عادي عديها، وبعد كده ارجعي لها في الاخر، عديها وحل اللي بعده اللي بعده كأنك ما شفتهاش خالص، علشان وقتك مهم وعشان وقت الأسئلة التانية. ولما تخلصي خالص ارجعي للي واقف قدامك. ما ينفعش في سؤال كده اول ما تفتحي الورقه لو لقيتي سؤال، ان شاء الله يكون اول سؤال، لقيتي سؤال مش عارفه تحليه ومش فاكراه او مش عارفه التركايه بتاعته، سيبيه انزلي على طول على السؤال التاني. ولما تحلي وتخلصي خالص ارجعي للي انت سايباه. وبس ده كان فيديو النهارده. لو عاوزتوا اي حاجه تسالوا في اي حاجه من اول السنه لاخر السنه انا معاكم، اكتبوا في الكومنتس. باي. متنسوش تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب عشان هتزعلوا مني. باي.